حنا اليوم في هذه الندوه هذه بمناسبه المعرض الدولي للمنتوجات المحليه اللي كنديروا الغرفه الفلاحيه مع الجمعيه في الجهه. هذا المعرض في نسخته الحادية عشر بعد النسخ السابقه اللي الحمد لله كلها كانت ناجحه، والطلب الكبير اللي كاين على هذه المناسبه هذا المعرض، واللي كما قلنا هذه السنه غتكون فيه كما السنه السابقه واحد 230 عارض، واحد 5000 متر مربع، وان شاء الله نتوقعوا انه غادي يكون نسخه ناجحه بحكم انه دار في واحد التوقيت اللي مهم جدا اللي هو الاخر ديال شهر 7 وبدايه شهر 8. الجديد في هذه النسخه مع الاسف هو الموقع ديالو اللي كان في المرات اللي فاتت كان كيكون في وسط المدينه في ساحه الامال. هذه السنه هذه غادي يكون في المنطقه ديال المعارض اللي كيكون حدا المستشفى الجامعي، وان شاء الله غادي يكون واحد المعرض ولا واحد النسخه ناجحه بحكم انه غادي يكون فيه ندوات، غادي يكون فيه مسابقات، غادي يكون فيه بزاف ديال الامور. الشعار هو المنتوجات المحليه في ظل هذا الاكراه ديال الماء، عارفين بان هذه الاشكاليه ديال الماء راه هي طرحه راسها، وان شاء الله غادي يكون فيها ندوات علميه للتركيز على هذا الاشكال هذا، ونتمنوا على الله الامور كلها تدوز بخير. بغينا المشاركه الحضور باش ان شاء الله هذه الفئه هذه ديال هذه التعاونيات وهذه الجمعيات يستافدوا احسن استفاده. وشكرا. الحرث والزرع، لأن الفلاح هو الكائن الوحيد الذي يحاور الأرض والشجر والبشر. كلنا نعلم أن صحة الأبدان أولى من صحة الأديان، وكلنا نعلم أن الأمن الغذائي أولى من الأمن البوليسي والعسكري والسياسي. لذا أين موقع هذا الفلاح؟ يجب الاعتناء بالفلاح، والفلاح على القلب. اخي واحد راح الى جبل ربي طرحوا عليه حتى هو الحجر بحسينه، معروف على صعيد السويس وصعيد الوطن. اذا كان الجوع شقيق الشيطان فالفلاح عالم وفنان وامام المعاني والبيان، يحارب وسوسه الابالسه والطغيان، ويحارب غضب الطبيعه والمناخ بالايمان. لولا الفلاح لغابت نعمه الامن والامان وشاع الحرمان والطغيان. ربي يقول في كتاب العزيز: اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حتى احنا اليوم يجب ان نسال عن اوضاع الفلاح. انعم الله علينا في سوس بمناخ عندها un climat méditerranéen chaud et sec في l'été, doux et humide في l'hiver. وعندنا دو برودكسيون في السوس، البرودكسيون بريكوس المنتوج البكري، وعندنا البرودكسيون تارديف. السؤال عن الماء هو واحد المصادر ليس صامت بعض الماء. عندنا مصادر علميه متعدده. علاش خصنا الماء؟ عندنا البلدان المغربيه كلها مغربيه من الماء ومغربيه في المصادر. ما كاينش شي واحد جانا من الجزائر ولا من موريتانيا ويدخل في المغرب. كلشي الجبال المغربيه والمياه الاقليميه تاع المغرب. عندنا الفرشه المائيه، عندنا الامطار الشتويه، عندنا كذلك 350 كيلومتر ديال البحر، عندنا لي زوتوغوت ديال لي زون. علاش خاصنا؟ شكرا سي الخطيب. لكم الكلمه سي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. أولا كنشكر السيد الرئيس والإخوان ديال الجمعية والسيد نائب رئيس الجهة على التدخلات ديالهم والكلمة التأخيرية اللي داروا. ربما أنا غنتبع الملاحظات. غنبدا بآخر كلمة تكلم على الماء. الجواب هو الله يرحمنا، الله يرحمنا. مجهود كبير دار في الماء، كبير،
وسوس ماسا اظن اليوم الجهه ديالنا رغم هاد الصعوبه اللي كاينه في الماء، رغم 7 سنوات ديال الجفاف ما كنفوتوش 70 80 ملم، وعاده عندنا 250 حتى 300. مع ذلك 7 سنوات العادي هو انه نوقفوا، ولكن سوس ماسا بقات عندها الرياده في قطاع الفلاحه رغم هذه الصعوبات، رغم ذكر هذه التكلفتين. علاش؟ الفلاح كاينه لا ريزيليونس، استدامه. الناس جميع الابتكارات اللي كاينين في الماء، هذه المنطقه، هذه الجهه ديال التميز من بدات جميع الانيسياتيف ديال الماء. قلت حنا الاولين على الصعيد الوطني 93%. مشاريع ديال الشراكه قطاع عام قطاع خاص، اول تجربه على الصعيد الافريقي في سوس ومشروع قردان. كنعيشوا ثاني تجربه هي شراكه بين القطاع الخاص في الشوكه اللي هي تجربه ناجحه. حنا غاديين اول محيط صقوي غادي في تجربه ثانيه، ما قدروش الجهات الاخرى يدخلوا ليها. حنا اليوم طرحنا في الدراسات وحنا مع الجهه هذه في المشروع الثاني ديال التحليه اللي غنديروا فولا تيما وتالودانت. اضافه لذلك كاين مجهود ديال الفلاح، كنا كنستهلكوا 10000 12000 متر مكعب في السنه، اليوم راه الناس كدير 6000 وكتنتج. وباقيين اول نعطيك الشفره ملي كيتكلم على راسو، اول منطقه مزوده للسوق الوطنيه، ما نتكلمش انا، السوق الوطنيه هي سوس. ما بقيناش كما قلتي راه الكلمه ديال البريكوس وهذا، كاين لي بريمير وكاين توطاني. دابا اليوم ولات سوس تنتج العام كامل. هذا البارادوكس كتقول كيفاش شتات الليله وسوس عندها الرياضه. اذا كاين مجهود في الموضوع ديال الاخوان. بغيت غنحيطكم علما ان هذه السنه السياق فاش جا المعرض هو سياق شويه استثنائي بالنسبه لنا. واحد العدد ديال الملاحظات في المحل ديالهم كنشكركم عليهم، غير السياق مختلف تماما. هذه السنه عرفتوا ان اكادير الحمد لله الوجه الجميل اللي ولا عند اكادير، للاسف في السيروره الاشغال جات التهيئه ديال ساحه الامام في هذا الوقت، وبالتالي ما يمكنش نستغلوها. هذا بوحدو راه معطى مهم، لان الساحه وتبينت لنا في الاجتماعات اللي درنا، تبينت لنا الاهميه ديال الساحه اللي كان عندنا معطى كنا كنقولوا راه عادي ماشي عادي، لانه باش نقولوا الساحه وراه قلتوها الاخوان مشكورين في لاكسيسيبيليتي، فيه الناس حدا عدد ديال باش نقربوا على الاقل. ولكن راه كما كنقول لكم نظر هذا المعطى المهم ديال لو شونجمون دو بلاسمون، كنا ملزمين انه زعما يدار ان ايفور سوبليمونتير. ونتكلم ربما السيد الرئيس تكلم على لانسيدون اللي وقع لانه ماجور. راه حتى السيمانه اللي فاتت السيد اختار الصفقه وجا قال لك ودي انا ما نقدرش النظر، وبالتالي كان لازم انه ناخذوا قرار نديروا المعرض رغم الصعوبه. ودرنا وزاره الفلاحه مشكوره، السيد الوزير مشكور شخصيا، طرحنا له الاشكال وعاوننا باش نقدروا نخرجوا بين سوليسيون اللي تمكن في 8 ايام نبنيو لو صالون. الجمعيه راه تكلفات باش بنينا لو صالون. واحد النقطه على التسويق طرحها السي فتحاوي، كاين كرون شونتي ديال لو كوميرس كاين في لاطا، راه بداو مع التعاونيات اللي ديجا افونسي، وحنا انا تنشارك الراي انه التسويق الرقمي، وهذا راه الموضوع واحد اللقاء بدينا فيه في سوس، راه عندنا الرياده في سوس، غير باقي ما فورماليزيو. واش معناش الاخوان كل واحد كيدير مجهود وحده، كاين تاثير، كاين لادا خدامه. اظن انه وفي لادا كما كتعرفوا اليوم ان لاكسيسيبيليتي الاسواق الكبرى راه سوس اكبر جهه ممثله في التسويق، اكثر من 80 تعاونيه داخل الاسواق الكبرى. فاش كنتكلموا على التسويق مكناس عندنا 85 تعاونيه لشركات، اكبر جهه لشركات في مكناس. احنا في المعارض الدوليه كذلك عندنا المعرض الدولي ديال برلين، المعرض ديال باريس، المعرض ديال دبي، ابو ظبي، كلهم حاضره في نصوص ماسه في التسويق. ولكن هذا الكوميرس بالنسبه لنا وانا تنشرح انه من الطرق اللي غتسهل لنا الماموريه، اللي غتمكن ماشي تنجمعوا الناس ونديروا المعارض وهذا، ولكن كل واحد يقدر يلقى راسو في هذيك المنصه. وراه كاينه منصه مزيانه عند لادا اللي
نتعلم على باقي التعاونيات. الحضور الوطني أعطينا 3 لكل جهة، طبعا مع الإدارة ديريكسيون ريجيونال داغريكولتور، يعني المديريات الجهوية صيفطوا لنا أحسن تعاونيات هما اللي كيعرفوهم. اليوم عندنا 36 12000 ولا شي 30 وزدنا شي وحدين ديال المنتوجات اللي ما عندناها، بحال شي وحدين ديال الخل، شي وحدين فريمون كاليتي توب، شي وحدين ديال الكبار، شي وحدين ديال التوابل، شي منتوجات اللي ما عندناش، واحد 6 يمكن ولا 5 اخرين زدناهم، بمعنى ان الحضور الوطني راه عندنا تقريبا واحد 33 36 ولا 37 يمكن حضور وطني. هذا النقطة. النقطة الثانية ديال المنتوجات الدولية. المنتوجات الدولية ملي كنمشيو لإفريقيا خاصة كنحاولوا نجيبوا، درنا 2 ولا 3 على الأقل دوك اللي عندي عشت انايا 2 الاخرين كيبقاو علينا شوية غاليين، بريزون شارج كنديروها طوطال، لأن ملي كتاخذهم ملي كتبغي تجيبهم تخلص لوطيل الطيارة لي ديبلاسمون كلشي كيبقاو علينا شوية غاليين. لي بيدجي ديالنا فريمون داكشي تري ليميتي، وبطلب من الإدارة ديال الفلاحة قالوا لي عندنا معرض دولي هو ديال مكناس يبقى في السيرة الدولية، وفي هذا يبقى وطني ولا جهوي ولا شوفوا لي حنا ديك السميه ديال الدولي بقات من هذا وبقات، ولكن غادي ندير هذه الملاحظه باش ما تبقاش طرحينا هذا الاشكاليه. الملفات ولا الملف ديال السلامه الصحيه، الملف ديال السلامه الصحيه كما كتلاحظوا كل معرض كنديروا فيه تكوين الجمعيات التعاونيات هذو اللي عندهم حقيقه منتوجات رائعه جوده عاليه، ولكن لا يتوفرون على الوثيقه الشهاده، بحال شي واحد ديالها كيصوب كيطير السوغان ولكن مازال ما خدا البيرمي ديالها. هادو كندير لهم لاكومبانيون. اش كتلقى عند هادو؟ كتلقى عندهم تعاونيه جالسه في الجبل في شي بلاصه في بالي وين ولا عندها المقر ديالها، ولكن ما كيستجبش دوك المعايير اللي كدير لونسا ديال لا مارشون نافون. كتجي كتلقى البرودوي كيدخل كيتالي كذا خصو يخرج، وبالتالي غير ديك البرودوي داك المحل مربع وعنده فاصاد وحده كيمنعوه. دابا حنا خدامين كنديروا واحد البلون سامبليفي مع لونسا، ونديروا واحد البروسيدور سامبليفي باش حتى هذوك لقاو لهم شي تخريجه في اطار القانون. الحمد لله توفقنا ان التعاون مع وزاره الفلاحه مع الاخوان ديال الفلاحه اننا نفكوا بعض التعاونيات، ولكن باقي اخرين اللي حتى هما لان حتى شي محل ماشي كيشبه الاخر. لو كان غير كلهم كيتشابهوا بيديروا نفس كوبي كولي وتفك، ما كيتشابهوش. كتلقى شي واحد عنده غير 3 متر طويل، ولا كتلقى شي واحد. حنا كنقلبوا على حلول، ولكن كنعطوهم بعدا البروسيس يدخل لهم دماغهم، خصهم البروسيس يفهموه ويحترموه، وملي تقاد المحل غادي يولي عندهم السلامه الصحيه. الرعايه الساميه شيء نتمناه ونعتز بانه تكون عندنا رعايه ساميه. غادي نشتغلوا عليه. لقينا واحد الملف واحد المره ضحك، غادي نحاولوا نحطوا الملف ديالنا لانه المعرض والجهه يستاهلوا الرعايه. مهم جدا. اشكاليه الماء هضر عليها السيد المدير، اشكاليه معقده جدا. الحمد لله اليوم ترافع ديال الجميع، الشركاء، الفلاحه، الوكاله، وزاره التجهيز، الجهه، اول مره ولا الجهه الوحيده اللي دارت تقريبا مليار ديال الدرهم في الماء بجميع استعمالاته، وخاصه الماء الفلاحي. كنهضروا اليوم على ان ترونسفير، والمره الاولى عام الثاني اللي غادي يخرج من جنوب البحر وغادي يدخل اكثر من 120 كيلومتر في العمق ديال هذا. راه المره الاولى. التكلفه حنا عارفين انها تكون مرتفعه، سي سور عارفينها. كنناضلوا باش يكونوا اثمنه معقوله باش نحافظوا على المكتسبات، لان كاين استثمارات خاصه وعامه، كاين فلاحات قائمه كما قال الاخ، كاين فلاح قائم، كاين بزاف ديال الامور اللي ما يمكن الا ما كان تضافر ديال الجهد ديال الجميع، الحكومه ولا الدوله والفلاح حتى هو خصو هذاك الماء يتمنوه احسن تكميل في المنتوجات حقا اللي خصها غادي تقدر تحافظ على هذا الماء. وان شاء الله الملف ديال الماء كنظن بانه ترافقنا فيه طويل، واليوم راه وصلنا لواحد النتيجه ان غتكون عندنا المحطه الثانيه في الجهه ديال 350 مليون متر مكعب
اللي غادي تفك لنا الماء الصالح للشرب بواحد الصفه كبيره ديال بزاف ديال المناطق. كنهضروا على سيدي فلين، تيزنين، شتوكا وتارودات، واحد الشيء كبير اكثر من 50 ولا 60% من المساحه ديال تارودات غادي يقيسها هذا البروجي ديال الماء الصالح للشرب. وكذلك الماء الفلاحي كنهضروا على 40,000 هكتار، 40,000 هكتار 250 مليون، اذا قسمت على 40,000 هكتار راه واحد 6000 واش ولا قريبا 7000 متر كيوب بار هكتار. يعني راه كميات مهمه جدا ديال الماء اللي غتعطاو غادي الفلاح غادي تكون عنده لا فيزيبيليتي وغادي يتهنى من ذاك الاشكال ديال حفر جيب البومبا تحركت البومبا راه الضوء مشى ليا البير رام البير. يعني الثمن ديال الماء اليوم راه مرتفع جدا. اذا حسبت شحال باش حفرت والتجهيزات ديال البير وتحركت البومبا ملي كدير هاد سميتو كامل راه كيفوت الثمن ديال التكلفه ديال 5 دراهم حنا كنقولوا راه غالي. وملي كتحسب الثمنات اللي كتدور اليوم عند الفلاحه اللي كيحفر بير ب 40 و50 و60 مليون وكيطلع فيه 10 ولا 15 متر كيوب، راه الامورتيسمون ديال البير راه التكلفه هذه فين مشات ليه. وبالتالي حنا زعما مع الشركاء ديالنا كاملين خدامين الحمد لله. الملف اليوم دراسات جد متقدمه، راه ان شاء الله في القريب العاجل كنظن كنا بغينا نديرو في شهر 7 على اساس الضغط ديال لي كونسي ادمينستراتيف في الوزاره ديال شي المعارض غادي نديرو غالبا في هذا الشهر 8 ولا في الاول ديال شهر 9 وراه غادي نعرضوا عليكم لان غنديروا اون بريزونطاسيون كبيره على هذا البروجي باش تشوفوا التقدم. ومن خلالكم بغينا نوصلوا المعلومه للفلاحه باش يكتاتبوا، لان غادي ندوزوا المرحله ديال الخدمه ماشي الهضره ولا راه ان شاء الله قريب وديك الهضره حنا فتناها. اليوم غادي ندوزوا للانجاز في القريب العاجل ان شاء الله. السيد الوزير قال لنا راه نقدروا نبداو الانجاز في بدايه 26. بدايه 26 بغيت تكون الانجاز تكون عندنا لائحه موجوده. من سيستفيد؟ ستكون من سيستفيد عندنا دي بيريمتر ايكيبي اللي هو البيريمتر اللي قدام 10 هكتار اللي هو البيريمتر ديال السن اللي هو البيريمتر ديال الحوض السوس العليا هذاك السوسامون ديال التعاونيات ديال الاصلاح الزراعي في عزه ولا ترنا فوق تارودات تم بوحدو فيه 6000 هكتار. لو حنا كنقلبوا على هذيك البيريمتر اللي غادي تمشي لابور نخوي في الريزو كاين سينو غادي تحل واحد اللائحه بوتيتر اللي غادي نشوفوا فيه وغادي نسكو فيه غادي نستافدوا التلفين باش ما تكونش عاوتاني شي تكلفه اللي فايته الامكانيات المرصوده. وهذا البروجي كيندرج في هذيك البرامج الكبرى اللي كيسهر عليها صاحب الجلاله الله ينصرو واللي دار في اطار شراكات كبيره وراه المشاهد التمويل ديالها زعما شاد الطريق والانجاز ديالها شاد الطريق ونطلبوا ربي يوفقنا ويرحمنا. شكرا لكم. اذا كان شي اسئله في راسي بركه احنا موجودين. شكرا السيد الرئيس. هاد لا بريزونطاسيون غادي نصيفطوا هاد التليفونات كلشي اللي عندنا. سينو انا بغيتو نامبريميوها غير شويه د الوقت ونامبريميوها للجميع ونعطوها لكم. سينو راه غنجيكم بواتساب تو سويت ان شاء الله. شكرا السيد الرئيس على هذا الردود. شكرا السيد المدير. سي حسن الا ما عندكم شي كلمه تفضل. بسيطه جدا وهي ما يتعلق بالمكان اللي غادي يحتضنها التظاهره واللي السيد رئيس النجار استعمل فيها يعني واحد سميتو خلطه. وكيف ما كان الحال خصنا نعرفوا بانه ساحه الامل بغينا هو ما غاديش تبقى غادي تحتضن فيها يعني المعارض باش نكونوا فاهمين هذه القضيه. وكنعرفوا بانه واحد الفضاء بحال ساحه الامل اللي خلاه انه كيلعب هذه الادوار وولينا يعني كنتعاملوا معاه بهذه الايجابيه كبيره جدا وكذا، وهو انه الذاكره ديال الفضاء، لان كنعرفوا الفضاء يمتلك ذاكره وحنا سنشتغل على انه نكون ذاكره جديده لهذه المنطقه هذه ليس فيها حتى شي اشكال اخر. في اطار هذه الاشكالات اللي وقعوا لنا في الاواخر ديال التمويل السيد الرئيس اتصلنا به ومع الاخوان باش نحاولوا حتى دوك الشركاء الخاوه باش نقصوا بالبنسي واش يبقى المعرض مؤسساتي ما بين الغرفه والفلاحه لونزوا مؤسسات كل شيء راه وعدونا باش نزيدوا لنا شي شويه الله يرحم والديك باش نتهناو بداك هذا ونكون عندنا اون فيزيبيليتي حتى فينونسيير ديال المعرض باش نتهناو منه. كنطلبوا بزاف ومع الاسف كنتحرجوا وبغينا باش نكون عندنا ان شاء الله هو اللي قارب
ديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد الأخبار المغربية.